اعتبرني انا الرئيس. قول اللي جواك. يعني سيادتك. مالك يا ابني، في ايه؟ اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول مالك. بالنسبه يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. انا بقول نفسخ الخطوبه وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدوله مش ناقصه سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ انت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1270 جنيه كل شهر اقساط بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك. توك توك؟ ايوه التوك توك، زائد 170 جنيه قسط الموبيل اللي انا بعملها في المناصره، ده غير المنجد. منجد؟ حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت. مقفله في وشي زي الدومنه، والحكومه نازله في تصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحه والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيبي، حد يمسك الرئيس بالطريقه دي؟ ما انا يا ريس تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح منها يا ريس. يا ابني انت عندك مشكله تهاني، انا عندي مشكله 80 مليون تهاني يا ريس. بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحافه يا ريس، حرام عليكم. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي، انا حق عليا اللي سبت الشعب كله وعمال اسمع واحد فاسل زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك. معلش يا باشا، من غلبي، انا اصلي على باب الله. يا ابني كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للريس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للريس. انت شايف كده؟ مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلموا على موضوع تهاني. تهاني؟ انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيته وتزعق كده وتفتف في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس وانت الريس. تعالى منورنا يا محسن بيه. اتفضل حضرتك. ازيك يا تهاني؟ ما انت زي القمر اهو. اصل الواد رأفت ورالي صوره ليك امبارح، كنت شبه الخروف الحاقد. ابويا برضو كان بيقول لي كده. كان بيقول لي كده، انما ايه ده كله؟ بتوصيه بيا كده ليه؟ اصل رأفت موصيني على حضرتك بالذات. انت عرفت رأفت ازاي؟ في الكليه، اصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمه اجتماعيه، وحبينا بعض بقى، وبعد ما خلصنا المعهد رأفت دخل تجاره وانا دخلت اداب، وبعد ما خلص تجاره كمل في حقوق وانا كملت في رياض اطفال، وهو دلوقتي ايه ما شاء الله في المعهد العالي لاعاده اعداد القاده المتوترين. انتوا مقضينا بقى شهادات ومفيش جواز. هنعمل ايه بقى يا باشا؟ ما احنا عايزين نكون نفسنا. ما انتوا بقالكوا 9 سنين بتكونوا نفسيكم. ما هو رأفت شغال الصبح على التوك توك وبالليل بيشتغل هنا، وانا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كمبيوتر. امال بتتقابلوا امتى؟ الفجر؟ لا طبعا، رأفت شغال امن على كومباوند طول الليل لحد الصبح. عايزين نخلص بقى من الاقساط اللي علينا. الاقساط؟ وانا مقعدني هنا في الاقساط. الباشا الكبير قوي. الله، انت ايه اللي جابك يا رأفت؟ وانا يا باشا ما اقدرش افوت فرصه اشوف سعادتك يعني واضيعها. انت ابن حلال، والله ابن حلال. مش انت ابن حرام. انت ما دخلتش الفيلا ليه؟ ايه؟ تهت ازاي؟ ايوه يا راجل. اسمعيني بقى يا بنتي، انت مش فاهمه ايه اللي حصل لي امبارح. انا في مصيبه وطبت على دماغي.
الراجل ده وقح وقليل الادب، كان جاي يعزي في جوزي. انا كنت فاكره كده. تهجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البوسطه اصلا متاخره ولازم تفضلي النهارده. شويه فول بقى يا باشا، عموله مخصوص من عند الجحش. كيف تروح علمي؟ دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما دريتش بنفسي. راجيه بقول لك كان هيقتلني. الله. بس دراسة الجدوى بتقول إن القناة الفضائية هتخسرنا كتير. الله، مش انت قلت لي ان اي مؤسسه اقتصاديه يلزمها مؤسسه اعلاميه عشان تسندها؟ كوبايه ميه لو سمحت. يا فندم لو سمحت بعد اذن حضرتك عايز اقول حاجه مهمه جدا. المؤسسه الاقتصاديه نفسها منهاره، فهل من المنطق ان احنا نجيب مؤسسه اعلاميه تسند الاقتصاديه؟ هذا سيزيد الانهيار بل كده. وبعدين يعني كما تعلمنا مع حضرتك ان دراسات الجدوى مع احترامي لها، دراسات جدوى في كثير من الاحيان بلا جدوى. وحضرتك بقصد او بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصاديه، وانا بتكلم من منطلق هذا. هذا قد يكون جائز في حالات اخرى لكن في حالتنا لا. يا رأفت مالك؟ انا اسف جدا يا فندم. سيادتك انا اصلي اول مره بشوفها بالنهار. سيادتك تشوف مين؟ حسب تعليمات سيادتك. ايوه. أنا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت ولطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني وتمشي؟ انا مش فاهمه. هو فكر كده؟ لا ده يبقى شكاك. كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تأخر إطلاق قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 لا، مفيش أي خلاف بيني وبين الدولة، بالعكس ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل. احنا بس عايز أقول لحضراتكم على خبر جديد، اللي احنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لأن بوبوس بيدي معنى يا نهار أبوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح أطروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، فيه مفهوم بحراوي أبيضاوي، فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحيه الاقتصاديه في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمراه وتختص يعني بالمزز برضو لو في بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناه بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناه هنداوي تعبر عن الحاله الاقتصاديه وخاصه في البحر الاحمر، والامور البحر الاحمريه واضحه كما يلي. فهناك بحر احمريتي ده انت الاحمريه، انت مالك انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن، يا ترى قناه بوبوس الفضائيه تنطلق من مدينه الانتاج الاعلامي؟ لا، هي هتنطلق من هنا، من قلب بيتي. بيتك بيتك يا روح امك احتليته. ايه فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو مالكي، ثانك يو فيري ماتش مالكي. بره امشي من هنا بره. بيتك ولابس بدله فوزي. انا بدي مين؟ اقلع البدله دي، اقلعها. يلا ادي بقى دي حتى ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع الهدوم دي. قلع ده كمان؟ اقلع. ده حتى ريحته معفنه راخر، والزار كان بياكل زيت خروع وزانق على كل حته في جسمه. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص. انا هجيب بقى، مش هسيبك. هتقلع الكرافته وهتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجه، فاهم؟ لطفي استنى يا لطفي. دي ست مش كويسه، قذره، سافله،
منحطه. طب استنى بس يا لطفي، نديها فرصه تانية. فرصه ايه يا هاني؟ هي الست فاضيالنا اساسا؟ عايزانا نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي استنى يا لطفي. محدش محسن بيه، استاذ لبيب المحامي بتاع مهجة هانم. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنبايه حمراء ها وناخد عنبايه صفراء، ايه رايك؟ برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه، واحده حمراء وواحده صفراء، ها وناخد ايه، واحده صفراء وواحده حمراء كوكتيل. وايه هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات، انا عايز فلوس. تأكد يا محسن بيه ان انا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد ولذلك انا بقترح انت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهايه قولوا لي، ها مش عايز قلب دماغ وحياتك. هتباتوا هنا ولا ايه؟ لا ماشي. بقول لك ايه، خد دي اديها هديه لموجه هاني. اتفضل. السلام. ما تيجي بقى نشوف حاجه حلوه كده. ايه بقى؟ لا دي تعور. والله؟ اه يعني بلاش؟ بلاش. بعدين. خليها بقى. صدر قرار من النيابه بتسليم القصر للبنك بكافه محتوياته. هتفضل معانا شويه لغايه ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فتره التحفظ. طيب انا هسيبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق، واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت، ها عشان ما نضيعش وقت. اسف يا باشا، العربيات كلها محجوز عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. بس بقى فتحية انتحر الحوار على كده بقى. الله، عشان خاطر الحاجة. انت تعرف يا باشمهندس فتحية اللي قاعدة جنبك دي جوزها مفتري. دي لا دي ايه، دي عمرها الافتراضي خلص. لا اللي جنبها كل يوم والتاني يقوم رنينها علقة موت. تقوم سايبه له البيت وغضبانة. ما يفوتش كام يوم
الا وتيجي ام فتحيه دي ترجعها له تاني. لو ترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها منين؟ يابا خليها على الله. يا ابني استهدى بالله، ده انت الكبير. تسافر ازاي لو غرقت زي اللي غيرك ولا مسكوك على الحدود؟ اعمل ايه هنا في امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا ووصلت بالسلامه يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجه. ولو غرقت يا سيدي اديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك وتبقى صرفت على 6 بس. موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحه وفي الجايه. العيال خلاص اتخانقوا قفلوا خالص. لقد حتفها المناقشه بالنسبه لهم. مالها المناقشه؟ لقد حتفها المناقشه بالنسبه لهم في الموضوع ده. لقد حتفها. الواد من دول عنده انه يموت بره ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانيه. مين؟ فلتو ثانيه. فهمته ثانيه. لا فلتو ثانيه. دي بتاعت الراجل الكباره دوت اللي خد نوفل. خد نوفل. ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر، كله يأمن على بطايقه. واللي معاه حاجه يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. بوكس فين يا باشا؟ يلا يلا. بسرعة. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا يالا. ده انت راكب صفيحة زبالة. انت شكلك مصرصر ياض. اوعى تكون شايفني قصادك ابو دقيق. انزل. جاي لك ها؟ جاي لك اما اشوف انت مين. حلو قوي. هنقضي السهرة صباحي مع بعض. قلت لي انت مين؟ معاك بطاقة يالا؟ لا انا معايا فيزا. يعني ما معاكش بطاقة كمان؟ ماشي 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 ماشي. باشا باشا انا اسف يا باشا. ارجوك تسامحني يا باشا. لا 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 اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. الله يخليك. انا اسف يا باشا. لا 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 انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامحك. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها. يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها؟ حاضر. تحت امرك يا باشا. مع الف سلامه.